دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في شرايح اللحمة ديت مع البطاطس مع الصوص بتاعها مع شوية رز والسلطة والمخلل؟ بجد كده حاجة عظمة، تتعمل بتتبيلة مميزة جدا وطعمها تحفة جدا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت ظريف كده واشتراك علشان يرفع معانا الفيديو بإذن الله تعالى. بتمنى كل الوصفات تكون سهلة وسريعة، وهكتب لكم بإذن الله كل الوصفات في الديسكريبشن بإذن الله. بتمنى كل الوصفات تكون سهلة وسريعة، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حلة ضغط او اكله جنان، هتلاقوا كل الوصفات فيها سهله وبسيطه. ويلا بينا كده نشوف العظمه دي عملناها ازاي في ربع ساعه. تا 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 تا. النهارده هنعمل مع بعض كده وصفه سريعه وجميله جدا، وصفه سهله ومش بتحتاج اي افتكاسات. يلا بينا كده نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت ظريف كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو، واشتراك بسيط كده مش هيكلفك اي شيء الا ان هو هيرفع معانا القناه. يلا بينا بسرعه كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. معانا كده اللحمة الشرايح دي كنا احنا عملناها مع بعض قبل كده بفتيك، وكانت طعمها تحفة جدا. يلا نعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا، ومعاها الخضار بتاعنا لأولادنا حاجة مفيدة جدا. يلا نعملها بالبطاطس كده وبتتبيلة تحفة جدا، ومش تاخد منك أي مجهود، في 10 دقايق تكوني مجهزاها لأولادك. بس أهم حاجة وقبل أي حاجة يا ريت ما تنسوش بلايك وكومنت علشان يرفع معانا الفيديو بإذن الله تعالى. يلا بينا كده نشوف احنا معانا اللحمة، كمية اللحمة اللي معانا، ومعانا كيلو، ومعانا وطبعا ملناش دعوه خالص باللي حصل. معانا قرن الفلفل القمر دوت كده، ومعانا البصل والثوم بتاعنا والبهارات بتاعتنا. معانا الملح والفلفل ونص معلقه من الكزبره وشويه بهارات لحمه. يلا بينا كده نشوف هنحضرها ازاي. وهنا كده هنركن اللحمه بتاعتنا كده علشان خاطر نبدا نجهز التوابل بتاعتنا. والتوابل بتاعتنا عباره عن ان احنا هنجيب الكبه بتاعتنا كده وننزل فيها 5 قرون كده من الثوم، ومعانا بصلتين كده هنقطعهم علشان خاطر الكبة، سكينة الكبة بتاعتنا. هنقطع كده البصل بتاعنا، هنقطعه كده شرايح علشان السكينة بتاعت الكبة بتاعتنا. ومعاهم طبعا قرن الفلفل، وهنبدأ ننزل معانا الملح والفلفل الاسود وحبة الكزبرة والبهارات اللحم، ونضرب كل الكلام ده كده مع بعضه في الكبة بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. وطبعا انا هنا كده بعد ما خلاص فرمت كده الخضار بتاعنا كله كده، شايفين كده شرايح اللحمة دي كده هنحطها كده في بولة كبيرة، وهننزل عليها بالخضار بتاعنا سواء كان بطاطس، جزر، بسلة، اي خضار انت حباه، وهننزل عليهم كده بالخضار كله. تقطعيها بقى التقطيع اللي انت حباه. طبعا البطاطس معانا بتستوي بسرعة، فاحنا لازم نقطعها، نخلي بالنا كده واحنا بنقطعها، نقطعها تقطيع كبير شوية علشان خاطر تستحمل معانا في سوى اللحمة. وطبعا اللحمة دي مش هتاخد وقت معانا كتير في البوتاجاز علشان خاطر ان هي بتاع دوت رفيعة، فمش هتحتاج وقت كتير خالص في التسوية. انا هنا كده طبعا نزلت كده بالخضار اللي احنا فرمناه كله، التوابل بتاعتنا بالبصل بالثوم، مش قادرة اقول لكم بجد ريحته تحفة جدا. وطبعا مفيش اكله فيها اي خضار لازم بالبهارات اللي اي حد يقول عليها لا، البهارات اللي انت تفضليها للطبخه بتاعتك جربيها وشوفيها هتبقى طعمها عامله ازاي. هنقلب كده كل الكلام ده كده مع بعضه علشان خاطر اللحمه معانا تتبل بالبطاطس بكل الكلام ده كده، ونركنهم مع بعض كده لمده ساعه او ساعتين في التلاجة علشان خاطر ياخدوا من نكهة التتبيلة دي كده، وتبقى طعمها كلها شاربة من التتبيلة بتاعتنا، بجد بتبقى تحفة جدا. وبس خلاص كده احنا وضبنا الأكلة بتاعتنا، وخلاص هنبدأ نحطها بقى في برام بقى، في قالب، عندنا نحطهم فيه ونرصهم فيه. ومش هتحتاج معانا الا نص كوباية من المية، وانا جبت هنا نص كوباية المية مكان التتبيلة بتاعتنا كده علشان خاطر نبقى اخدنا التتبيلة بتاعتنا كلها. وهنركنها كده لمدة ساعة، مش قادرة اقول لكم ريحة التتبيلة تحفة جدا. هنركنها بقى كده بعد ما خلاص قلبناها كويس كده، هنركنها لمدة ساعتين في التلاجة، نغطيها كده بالاسترتش راب، ونرجع تاني بعد ساعتين كده نشوف هنعمل معاها ايه. طبعا اكلة خفيفة جدا ومش مستاهلة اي افتكاسات ولا اي حاجة،
مش هنحط فيها لا سمنه ولا زيت علشان هي فيها في اللحمه نفسها اوريدي فيها دهن، فاحنا عايزينها كده ايه تبقى خفيفه، هي دوبك بس هنعمل معاها شويه رز وشويه سلطه وتبقى اكله تمام التمام. يلا بينا كده نسيبها ساعتين ونرجع تاني، بس اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش باللايك وكومنت علشان يرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. خليكم معايا لمده ساعتين ونرجع تاني نشوف وصفتنا هنكملها ازاي. وطبعا يا حبايبي بعد ما خلاص كده ارتاحت معانا ساعتين، هنجيب اي قالب معانا كده وهننزل فيه كل اللحمه بتاعتنا كده بالتتبيله القمر دي. هننزلها كده فيها ونغطيها وندخلها الفرن، وطبعا نكون مسخنين الفرن قبلها بشويه حلوين كده، نسخن الفرن. وكده خلاص يا حبايبي بعد ما جهزناها كده في القالب بتاعنا وفردناها كده كويس جدا وما زودنا لهاش ميه ولا حاجه، دي ميه التتبيله، وحطينا بس شويه ميه صغيرين مكان التتبيله بتاعتها كده علشان ناخد احلى طعم للتسويه بتاعت البطاطس باللحمه بتاعتنا. هنبدا كده نغطيها بورق فويل ونرجع تاني نشوف بقى هندخلها الفرن. وبعد ما ندخلها الفرن هناخد اطعم بطاطس باللحمه، بجد طعمها تحفه جدا وتتبيلتها مميزه جدا، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا لي لايك وكومنت علشان يوصلك كل جديد، واشتراك كده مش هيكلفك اي شيء بس هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. يلا بينا نغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن ونرجع نشوف تسويتها القمر هتبقى عامله ازاي. وبعد يا حبايبي ما طلعنا كده العظمه دي كده، ريحتها مش قادره اقول لكم عامله ازاي، طعمها اكيد هيبقى تحفه جدا. معانا بوله كده صغيره ومسخنه عليها فحمايه، وطبعا البوله كده اهي هنبدا نحطها كده في النص وهننزل عليها كده بشويه من الزيت المغلي. وهنا كده يا حبايبي هنرجع تاني نغطي الاكله بتاعتنا تاني بورق الفويل كده عشان نكتب البخار بتاعنا فيها عشان تاخد احلى ريحه من الفحم، بجد طعمها هيكون تحفه جدا. ونسيبها شويه كده ونرجع تاني نغرف طبقنا القمر ونشوف طبقنا هيكون ازاي. بتمنى بقى يا ريت ما تنسونيش في لايك وكومنت واشتراك بسيط مش هيكلفك اي حاجه، وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. نغرف طبق تقدمنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي ده كده شكل طبقنا في الاخر. بتمنى يا رب تكون وصفتنا سهله وخفيفه وظريفه كده، وبجد ريحتها وطعمها تحفه جدا. طعم اكله عملناها مفيش من 10 دقايق، بجد مش هتحتاج منك اي مجهود ولا وقت خالص، بجد تحفه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. يا ريت ما تنسونيش ابدا بلايك وكومنت ظريف واشتراك كده، مش هيكلفك اي شيء بس هيرفع معانا الفيديو باذن الله. بتمنى كل الوصفات تعجبكم ونتقابل باذن الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ عملنا شرايح اللحمة كده مع البطاطس مع الرز مع الصوص البطاطس بتاعها، بجد تحفة جدا بتتبيلة وطعم وريحة مميزة جدا. بتمنى كل الوصفات اللي بنقدمها يا رب العالمين تعجبكم بإذن الله وتكون تنال إعجابكم بإذن الله تعالى. يلا بينا كده نشوف العظمه دي عملناها ازاي. بس قبل اي حاجه يا ريت ما تنسوناش بلايك وكومنت ظريف كده عشان يرفع معانا الفيديو باذن الله، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء بس هيرفع معانا القناه. هكتب لكم باذن الله كل الوصفات في الديسكريبشن، هتلاقوها كل المكتوب فيها كل المكونات بتاعه الاكله بتاعتنا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين، ونتقابل باذن الله في وصفه جديده. ودلوقتي اقدر اقول لكم يا رب يا رب يا رب كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين. ويا ريت تزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط واكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه وكلها على قد الايد. نتقابل باذن الله في وصفه جديده، وباي باي.